تعالي اقولك، لو حابه تعملي حاجه حلوه بس هتكوني مدمناها قبل ما تعمليها، بجد جميله تحفه بجد. حاجه سهله وبسيطه تعمليها في السهره وانت قاعده، وده اللي انا عملته. انا كنت قاعده بالليل وعايزين ناكل حاجه حلوه، قمت عملتها. كيس مارشميلو ب5 جنيه وشويه شوكولاته. لو ما عندكيش مارشميلو في شوكولاته بس ممكن تعمليها كلها شوكولاته، والعكس لو في بس مارشميلو، بجد تحفه. والكيك شايفين قد ايه مرتفع وهش، حاجه كده جنان. قبل ما نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل الجمال ده ازاي، لو عجبك حط لايك عليه وشيريه مع اصحابك وحبايبك، متنسيش تقولي رأيك تحت في التعليقات. ويلا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي وهنعمل التحفة دي ازاي. معايا هنا بيضتين، معلقة بيكنج باودر، دول شوية زبدة على زيت، نص كوباية سكر، معايا حليب بودرة، معايا بقى هنا مارشميلو، طبعا فانيليا ضروري، والدقيق والمضرب اللي هشتغل بيه. هننزل كده بالبيضتين. طبعا انت لو عندك خلاط هتنزلي بكل المكونات ديت في الخلاط. هنزل كده بالمادة الدهنية اللي معانا، وهنزل بالسكر، وهضرب بقى كل دول شوية لحد ما يعملوا فوم معايا والسكر يدوب. هضربه بقى وارجع لكم كده بعد ما ضربت البيضتين مع نص كوبايه ربع كوبايه السمنه على زيت مع السكر. شايفين لما وصل معايا القوام ده كده. معايا هنا معلقتين حليب بودره كده كبار، طبعا المعلقه دي صغيره، انا هحط 4 بالشكل ده كده، على شويه ميه. لو عندك حليب طبعا حطي حليب، بس انا عشان ما عنديش حليب فده يعني بستعمله مكان الحليب في كل حاجه. انا قلت لكم قبل كده ان الحليب البودر ده بجيبه لكل حاجه، اي حاجه ممكن تعملي بقى تعملي الحليب السايل بتستبدلي ده مكانها كده. هنزل بقى كده وهرجع اضرب تاني شويه كمان. اكمل ضرب وارجع لكم. قبل ما نضرب هنحط الفانيليا عشان ما ننساهاش، نحط شويه فانيليا سايله كده، وهضرب بقى وارجع لكم كده. بعد ما ضربت شويه هنزل بقى كده بالدقيق اللي معايا شويه شويه كده. هنزل دلوقتي بالبيكنج باودر، واخلطه كده معاها وادوبه وارجع لكم. معايا هنا الطاسه ولعت تحتها، شايفين النار ضعيفه ازاي، بوطيها خالص على الاخر. وطبعا الطاسه اللي معايا هنا دهنتها بحته زبده، وده خليط الكيك اللي جهزناه مع بعض. شايفين قوامه، عايزاه القوام الخفيف ده كده. هنزل بقى كده في الطاسه اللي معايا، شايفين القوام بتاعه. هنعملها بكل سهوله ومش هتحتاجي تولعي فرن ولا تستنيه يسخن ولا نفتح عليها وتهبط مننا، كله في الطاسه وعلى البوتاجاز كده في السهره وانت قاعده لو عايزه حاجه حلوه على السريع. هنسيبها بقى بالشكل ده على نار هاديه خالص، وهنغطي عليها ومش هنفتح عليها دلوقتي خالص. هنسيبها قد تلت ساعه كده وبعدين نفتح عليها. هقول لكم هي خدت معايا وقت قد ايه على النار. هغطي بقى كده وهسيبها وارجع لكم بعد شويه لما تستوي. وكده بعد ما خلاص استوت الكيكه اللي معايا، طبعا على البوتاجاز من فوق بالسكينه كده، اتاكدت ان هي استوت من جوه طالعه نضيفه معايا. نيجي بقى لاهم خطوه. طبعا انت لو عاملاها في صينيه تدخل تحت الشوايه ملهاش ايد زي كده، هتحط المارشميلو. طبعا دي الخطوه بقى اللي هتخلي لنا الكيكه بتاعتنا حكايه. هتحطي لو في صينيه تدخل الفرن المارشميلو عليها وتدخليه تحت الشوايه. تعالوا الاول كده، انا هحطها في الطبق هنا.
شايفين بكل سهولة بالشكل ده كده. تعالوا بقى نوزع المارشميلو كده عليها. انا شغلت الفرن ورايا، ده الصوت اللي انتوا سامعينه ده صوت الفرن. يسخن كده الشوايه، هحطها بس 30 ثانيه. هرص بقى كله كده. كده بعد ما حطيت المارشميلو، طبعا وانا بحطه انا فكرت اعملها نصين، قلت نص يبقى مارشميلو ونص شوكولاته. ده طبعا ما كانش متخطط له، عشان اللي حابب كده ياكل واللي حابب كده ياكل. دلوقتي بقى هدخلها تحت الشوايه زي ما قلنا 30 ثانيه بس او اقل كمان، وهنطلعها ونشوف الشكل النهائي بقى. وكده بعد ما طلعت معايا من الفرن زي ما قلت لكم ما خدتش وقت، بس ساحل المارشميلو خد اللون ده كده. طبعا كلنا عارفين المارشميلو لما بنشويه على النار بيبقى طعمه عامل ازاي. شايفين الجمال؟ طبعا حتى الطبق ملحقش يسخن قوي في الميكروويف. تحفه بجد. وزي ما قلت لكم انا عملت نصين عشان اللي حابب شوكولاته ياخد واللي حابب مارشميلو ياخد. هنقطعها بقى كده. وما خدتش مننا حاجه واحنا قاعدين في السهره. هقطع كمان من ناحيه الشوكولاته كده. الله، دقت الكيك. هنشوف دلوقتي كمان الكيك قد ايه هش ومعمول في الطاسه على البوتاجاز من فوق. هنجيب كمان اللي هي بالمارشميلو. شايفين الكيك قد ايه مرتفع؟ شايفين؟ طبعا انا عملت معاكم قبل كده كيكه الطاسه على الفيسبوك، بس التانية كانت بالشوكولاته، دي حبيت اغير فيها كده معاكم. ودي اللي بالشوكولاته كمان. شايفين الجمال؟ هدوقها بقى معاكم كده. شايفين الكيكه مفرغه ازاي وهشه، والمارشميلو سايح ازاي. جربوها بجد هتعجبكم وانتوا قاعدين في السهره زي ما قلتوا. انا دلوقتي بعملها بالليل واحنا قاعدين، ما خدتش مني حاجه. هدوقها بقى كده. الله، جميله. والكيك طري وهش جميل. كيس مارشميلو ب5 جنيه. لو حابه تعمليها كلها هتجيبي كيسين. ادوق الشوكولاته بجد، الكيك هش وطري حاجه كده تحفه. الله، بنصحكم تجربوها بجد. الله. كده اكون خلصت الفيديو بتاعي النهارده. احلى فيديو بجد، عجباني جدا جدا. لو عجبكم متنسوش تحطوا لايك عليه، وبتمنى منكم ان انتوا تجربوها، وانا واثقه ان انتوا هتحبوها جدا ومخدتش وقت زي ما قلنا. لو عجبك الفيديو متنسيش تحطوا لايك عليه وتشاركيه مع اصحابك وحبايبك. متنسيش تقولي رايك تحت في التعليقات، ولو عايزه تساليني على اي حاجه برضو هجاوبك. ومتنسوش تروحوا دايما على اول تعليق هتلاقوني سايبه فيه كل لينكاتي. اعملوا متابعه، اعملوا اشتراك، وبتمنى ان انتوا تجربوا الجمال ده. وسلام.